السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم واحد الطاجين ديال الدجاج والزبيب والبصله اللي كيجي زوين بزاف. هنا عندي واحد الطاجين يلا خديته جديد، بغيت نوريكم الطريقه كيفاش كندير ليه. بعدا هنايا خديته ليله قبل ودرت له الزيت، دهنته بالزيت، اي زيت عندكم، مزيان زيت الروميه او البلديه، وخليته تشرب هذاك الزيت مزيان ليله كامله. صافي. وفي الصباح هكا ملي بغيت نطيب فيه درته فوق النار، والعافيه ديما تكون مهيله على الطاجين دائما. وخديت هكا واحد الطريف ديال الزبده ودهنته به مزيان باش هكا كندير له اول مره كنستعملو، كيتشرب هذاك الزبده مزيان باش كيعطي واحد المذاق زوين بزاف ملي كتبداو طيبوا فيه. هكا انا ما كندير له لا الماء لا حتى حاجه، كندير هذه الطريقه فقط وكيصدق ليا الطاجين زوين وما كيحرقش الماكله، وزيد ما كيتهرش ليا دغيا، وكيعطي واحد البنه زوينه للطاجين ديالي. نتوما كتشوفوا خديت انا واحد الطريف ديال الشحمه وكندهن به الطاجين مزيان تيتدهن كامل بهذيك الشحمه، ونخليه واحد شويه يتشربها. عاد غادي ندوز باش نطيب فيه الاكله ديالي. هنايا خديت واحد، المهم هنايا خديت واحد الجزر، واحد خيزويه قطعتها هكا كنديرها من التحت باش الطاجين ديالي ما كيتحرق. من بعد ما درت شويه ديال الزيت، هيا كتبان لكم هنايا شويه ديال الزيت درتها في الطاجين صافي، وحطيت فيه هكا واحد الحبه ديال الجزر قطعتها دوائر باش ما كتحرقش ليا اللحم ولا هذا في الطاجين. هنا غادي ناخذ البصله، حطيتها هكا على الشكل، قطعتها رقيقه باش كطيب ليا مزيان. كنفرشها على داك خيزو اللي درت على هذا الشكل. انا ما كنقليش اللحم ولا هذا، ما كنديرش يتقلى زعما في الزيت، لا كنحطو هكا على هذا الشكل. وانتم كتشوفوا معايا كندير هكا تقريبا واحد البصله متوسطه. هنايا عندي العطريه فاش غادي نشرم الدجاج، انا درت غير طريفات ديال الدجاج اللي متوفره عندكم. بالنسبه للعطريه ديالي فدرت فيها الشرموله باش شرملت الدجاج، درت الربيع واحد الكميه لا باس بها مخلطه ما بين الربيع قزبور ومدنوس، ملعقه صغيره ديال الخرقوم ديال السكنجبير، ونصف ملعقه ديال البزار، وهذا اللب ديال نص حامضه، بالاضافه الى 3 الفصوص ديال الثومه حكيتهم صافي. ودرت فيه وشويه ديال الملحه، ما تكثرش الملحه حيت درنا الحامض صافي. وشرملت هكاك داك الدجاج ديالي خليته في هذيك العطريه واحد نص ساعه صافي، وحطيته هكا فوق هذوك البصله اللي حطيت في الطاجين. من بعد غادي نزيد عليه هكا شويه ديال البصله من الفوق صافي، وغادي نخلي الطاجين ديالي يطيب بحال هكا. كيجي زوين بزاف وتيطيب بالزربه وتيجي معلك، كيعطي واحد المذاق رائع جدا. هنا عاود درت واحد الحبه متوسطه من الفوق ديال البصله اللي قطعتها هكا رقيقه باش كطيب ليا مزيان. من بعد غادي ناخذ واحد الفلفله قطعتها هكا قطع صغيره. بالنسبه لهذا الطاجين ما فيهش بزاف التعقيدات، فهو بسيط جدا ودغيا كيطيب، ولكن كيجي رائع جدا. هنايا من بعد ما درت هذوك الطريفات ديال الفلفله خضراء، خويت من الفوق هذيك العطريه اولا ديك الشرموله فاش شرملت الدجاج اللي شط ليا، خويتها هكا من الفوق باش كتعطر هذيك الفلفله وكتعطر ديك البصله اللي زدت في الاخر. هنا زدت شويه ديال الخرقوم من الفوق باش يعطيني اللون. اما بالنسبه للمذاق راه كافي هذاك اللي درت من قبل صافي. هنايا غادي نزيد 2 وراق ديال سيدنا موسى ولا ورق الرند، كيتواتى بزاف مع الدجاج كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. هنا دائما النار تكون مهيله، دائما بغيتو الطاجين يجيكم زوين ويجيكم معلك وما يتحركش، دائما العافيه تكون مهيله ونقصو خليه يطيب على خاطرو. هنايا درت شويه ديال الزبيب من الفوق، ودرت هنايا واحد الطريف ديال الحامض حتى هو كيجي. انا ما كيعجبنيش الدجاج الا ما كانش فيه الحامض، ما كيجيش زوين، ديك الزفوريه وداك المذاق ديالو ما كيجيش زوين نهائيا. انا ضفت القليل فقط من الملح حيت درنا الحامض وما بغيناش الطاجين ديالنا يجينا مالح صافي. هذا هو الطاجين ديالي، غادي نغطي عليه دابا وغادي نخليه يطيب على خاطرو. دائما النار خاصها تكون مهيله ما تكونش مجهده. غادي نغطي على الطاجين ديالي ونخليه يطيب. هنايا هانتوما كتشوفوا كيطيب وما كنزيدش الماء
حيت هذيك البصله حيت العافيه مهيله دونك هو غادي يطلق الماء. ديك البصله واللحم كيطلقوا الماء، ما نحتاجش انني كل مره نزيد له الماء. كيجي الطاجين باسل وما كيجيش زوين وما كيجيش معلك. وانتما كتشوفوا انا خليته كيطيب على خاطرو تقريبا. دابا واحد 20 دقيقه هو صافي. انا خليته واحد 20 دقيقه اخرى صافي هو طاب. دابا غادي نطفي عليه. نتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.